لا لا، اصل هو مش هيتجوز تاني، هو مش متجوز تاني ولا هيتجوز قبليه ولا هيتجوز بعدين. مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام عاده بيبقى معانا تو كابلز قدام بعض، لكن النهارده معانا حلقه مختلفه جدا وشكلها هتبقى حلقه سخنه، لان احنا معانا كابل وسنجل قدامهم، فانتوا هتتنافسوا 2 على 1. اوكي، اعرفكم بضيوفي. معايا آية وعرابي، صح كده؟ ومعايا روز. اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. خلينا آية بس قولي لي الاول، انت بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي 12 سنه. 12 سنه متجوزه عن قصه حب؟ طبعا. اوكي، قعدتوا قد ايه بتحبوا بعض قبل الجواز؟ 3 سنين خطوبه، سنه حب. اوكي. 4 سنين. الموضوع كبير يعني. كبير. عندكم اولاد؟ عندي 3. ما شاء الله. بتثقي فيه؟ الحمد لله. ما قفشتيوش مره كده ولا كده؟ لا لا. تمام. روز عندك كام سنه؟ 32. لسه ما جاكيش النصيب ولا مش عايزه يجي؟ مش حابه. ليه؟ somehow انا بحب حياتي تبقى ماشيه بالطريقه اللي انا بحبها، بحب شغلي، بحب اسافر كتير، بحب اكون دايما مع اهلي بشكل كامل وصحابي. يعني عندي طموحات to be يعني ريم كده، ان انا اكون كويسه وبعد كده نشوف يعني ايه اللي ده ملوش اي علاقه خالص بانك تكوني متجوزه. في ناس كتير متجوزه وبتسافر وبتحقق طموحاتها وبتخرج وبتبقى ناجحه، بالعكس ده جوزها كمان بيعملها سبورت. لا 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 لا، رجاله ما بيعملوش سبورت، رجاله بيبهدلوا أيوة. الست وبيخلوا يعني شكلها يتغير وملامحها تتغير بعد الخلفه، وتبقى طول الوقت بتخدمه وبتساعده، حياتها مكرسه علشان هي تعمل ده ليه. فين هي بقى؟ فين اهتمامها بنفسها؟ فين وقت اللي بتروح فيه السبا، تسافر مع اصحابها وصحباتها؟ فين الحياه اصلا؟ الحياه جميله، ما فيها حاجات كتير احلى من الرجاله بصراحه. في ناس بتعمل كده يعني انت بس انت مش حابه حد يشاركك حياتك، لكن انت ما عندكيش مشكله مع الراجل نفسه. لا، انا ممكن اخليكي انت كده تشاركيني دي ببارتنر معايا وصاحبتي وكل حاجه واخد رايك، لكن راجل او كده نو. يعني ما مش بآمن للساوند في الولاد خالص. ما هو ده بقى اللي انا عايزه اوصله. وبياخدوا من الوقت ومن الطاقه وخناقات، وانت فين وصوري نفسك قبل ما تنزلي، والتفاصيل دي مش بتاعتي خالص. يعني انت مش بتحبي، ما بتثقيش في الراجل؟ لا لا. اوكي تمام. طيب مبدئيا خدنا فكره سريعه كده عن حياتكم. معانا احنا كذا فقره. اول فقره هي فقره الاسئله العامه، هسال كام سؤال سريع واللي هيجاوب على السؤال الاسرع هو اللي هياخد البوينت. تمام. اول سؤال معايا بيقول حاجه بتسمع ملهاش ودان وبتتكلم وملهاش فم. الموبايل. التليفون. اوكي بوينت. سهله شويه بس عشان نهر ما بتجريش فيه ميه. 2 وانا لوحدي، فالمفروض تدعمها مش تخوفها، هي اصلا متوتره لوحدها. لا، تلاقيك انت اللي معصبها على طول. لا عادي سهله. آية صحصحي معايا، عايزين نثبت انه نهر ما بتجريش فيه الميه. نهر ما بتجريش فيه الميه. نهر ما بيجريش فيه الميه. ترعه. زيرو. مش طب ممكن تقولي لي المعلومه دي؟ نهر الخريطه دي صح. نهر ثقافيه. النهر اللي على الخريطه ما فيهوش صحيح، ميه. على الورقه كده فيه بلو سهله وبسيطه. طيب ايه الطائر الاسرع في العالم؟ الطائر الاسرع النعامه. بوينت. تمام. الاخطبوط عنده كام قلب؟ 3. برافو. المعلومه دي انا فاهمه 5. طيب حاجه خضراء جواها نقط سوداء. بطيخه. برافو. بوينت. احنا كده اتعادلنا. دي سهله قوي في السنه. احنا كده اتعادلنا. تمام، يبقى هنا 1-1. تمام. فريق آية 1 وانا لوحدي روز اتعادلت عادي، 1. مفيش مشكله، مش محتاجه حد معايا. اوكي. دايما احنا بتكسب. نرجع بقى لموضوع الرجاله. هي دي كده الحلقه عن الرجاله وانا بتضايق. قولي لي اكتر موقف حسيتي فيه ان جوزك بيحبك؟ اكتر موقف هو عادي يعني، مش عارفه. مش حاسه انه بيحبك اصلا؟ لا هو بيحبني اكيد يعني، بقول لك واخدين بعض على حب. يعني حاجه موقف مش معين حصل لك كل حسيتي ان مواقف. هو اصل كتير يعني. اكيد مواقف التانية اكتر، مواقف الوحشه
طيب. لا والله عادي، هو الحياه بتبقى حلوه ووحشه على فكره، لازم انتي- يبقى فيه لا، كده ولازم يبقى انت فيه بس كده. بتقولي كده عشان احنا على الهوا. لا لا والله لازم يبقى فيه حلو ولازم يبقى فيه وحش، في عيال محللك الدنيا طيب بيكذب عليكي؟ لا ما اعرفش، انا ما اكتشفتوش طب بيجي عايزه تعرفي بيكذب بيكذب علينا. عليكي ولا لا؟ بس الله اعلم. عايزه تعرفي بيكذب عليكي ولا لا؟ هتعرفيني؟ اعرفك. عرفني. خلاص هي عايزه تعرف. هنطلع فاصل انتي اللي عايزة تعرفيها على وهنرجع لفقره الرجاله ما يعرفوش لا بس انت يكذبوا. عايزه تعرفي، ما بكدبش انا. انت عايزه تعرفي، انت عينيكي كلها فضول. يعني حتى لو عرفت انه بيكذب هعمل ايه؟ طيب هتعملي سيبيه هنعرف. طبعا. اسيبه؟ طبعا، ما انت عايشه ليه؟ عشان اولاد. ما عندك 3 اولاد، هتسيبيه و3 اولاد هتعملي ايه؟ خديهم، وبعد ما تبقي اخدهم سنجل ماذر عادي، ايه المشكله؟ طب انت ينفع العيل تربي بينا عن باباه مثلا؟ عادي، ما يشوفهم كل اسبوع، هو يعني طيب. طول النهار اكيد في شغله وسايبك. طيب نفضل طبعاً. الاشتباك، نفضل الاشتباك وهنعرف بيكذب ولا لا. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني مع فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي آية كانت قبل الفاصل بتقول انه جوزها ما بيكذبش عليها، فهنعرف اذا كان بيكذب ولا لا مع جهاز كشف الكذب ودكتور مؤمن بشار. استأذنك تتفضل عند دكتور مؤمن، هنعرف انت بتكذب ولا لا. ده جهاز كشف الكذب. لو الضيف جاوب صح هينور اخضر، لو الضيف جاوب غلط هينور احمر. بتحب مراتك؟ طبعا. اكتر موقف بيحصل لما بيحصل مشكله بينكم، بتواجه ولا بتهرب؟ لا بواجه. اكتر حاجه تحب تعملها لو انت مسافر سفريه هتطول شويه، تحب تاخد مراتك معاك ولا تكون لوحدك؟ لا انا في الشغل لوحدي. بتحبها؟ ايوه. بتحبها؟ ايوه. تمام. بتشوف ازاي الراجل اللي بيخون مراته بيعمل كده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه وحشه. تمام، انا خلصت، شكرا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والكنترول بيبلغني انه هو يعني نسبة الصدق عنده 30%، وده شيء زعلني منك انا شخصيا. هو يعني واضح بصراحه. هو في حاجه في ان انت نسبة الصدق يعني الصدق عندك 30%، فكده انا بالنسبة لي روز طبعا هي اللي كسبانة، هي دي معاها لغاية دلوقتي 100,000 جنيه. بس احنا عندنا كارت ممكن نستخدمه يكسبك 300,000 جنيه انت وآية. هنطلب منك طلب، لو قبلت ان انت تعمله يبقى انت فعلا مخلص لآية، ويمكن يكون حصل خلل في الجهاز، هنتأكد بنفسنا. انا لسه قايله لك انه يعني الموضوع ده صعب جدا. بتخاف من حاجة؟ لا ما بخافش طبعا. بتخبي لما حاجة؟ ربنا ما بحبش. لا ما بحبش هات حاجه. تليفونك. هي المسابقه ليها في التليفون؟ هنجيب لك حد من كرو البرنامج هيقلب في الموبايل بتاعك، يفتح عندك هي اكيد عارفه الباسورد. الصور، هو مش عامل باسورد. مفتوح عادي. المحادثات اللي ما بينك بحبش وبين الباسورد ولا الناس. البصمات. طب حلو، يعني انت كلير، ما فيش، ما بتعملش حاجه غلط. اوكي، حد يا جماعه بليز من الكرو يجي ياخد موبايل استاذ عرابي. بس الموضوع ده فيه برايفسي شويه ولا ايه يا جماعه؟ في بنت من في يعني إنه التكنيكال تيم محافظ- عندنا هي اللي هتشوف خصوصيته. الموبايل لو في حاجه مفتوح بس انا عامل وضع طيران بس. ماشي. آية احنا هنعرض مثلا هبه انا الموضوع ده انا كده هقوم، انا قلت لك هتقومي ليه؟ عشان فهمتك. الاستاذ جاي سخن علينا. انا استاذنت حضرتك أستاذة ان أمال. تبص لي انا او تبص لمراتك. لا هو انا يعني ما فيش مشكله، يعني في مشكله معايا يا فندم مع حضرتك يعني ولا معاها هي؟ يعني حضرتك ممكن انت اصلا مخوفني بحواجبك دي مبدئيا بجد والله. بصراحه.
يعني مالها حواجبي حلوه مش وحشه. حضرتك عارف ان القانون دلوقتي بيعاقب على اي نوع من انواع التحرش؟ انا مش احنا حاسه اتحرشنا ان انا بحد. في حاجه غلط. طيب احنا عاديين. انا عملت يعني حاجه؟ التحرش حاجة غلط؟ والتنمر دلوقتي لا، القانون لا. بيعاقب عليهم. الكاميرا اللي انت لا، انه طبعا. حتى النظره ساعات بتبقى تحرش وده يعاقبك عليه القانون. بصي حسب نظريتها هي اللي بيبص لها بصه ازاي. انت بس هي يعني حسب انت قولي النظرية. نفسك مش تقول لي انا. وانتي- بص هنا أبص كاني مش هنا. موجوده. طب نبص على الشاشه يا جماعه انت نشوف، مشكلتي يا اما مش- نبدل يا جماعه. مشكلتي معاكي اللي لو انا سمحت. ببص لك هنا لو بس. سمحت. نشوف لا. موبايل عرابي. مش عارف، أنا جايين نبص. نطلع صور. مش عارفه، اول احنا عارفين صوره احنا جايين مسابقه مش جايين بص والكلام ده والله. مش عارف انا. بالظبط. انا برضه المفروض تقولي اول لي. صوره معانا ايه، قولي لي الصوره دي كانت فين؟ كانت في المصيف. مرسى مطروح دي. دي العيله بتاعتك ولا بتاعت مرسى مطروح. عيلته هو. عيلته هو؟ مامتي اه واخويا. بيسافر بقى بعيلته هو، لكن عيلتك ما بيسافروش معاه. لا، ما احنا معاهم هم، جوز اخته واخته بنبقى مع بعضنا كل سنه. تمام، حلو، بدايه مبشره. الصوره اللي بعدها مين دول يا ايه؟ هم برضك دول ده قرايبه ابن ولا خاله. اصحاب؟ اخواتي الكبار يعتبر. اخواته الكبار. حلو، يعني ايه فعلا تعرف عنك كل حاجه. الصوره اللي بعدها متجوزين بقالهم كتير بتقول هي. نعرف بعض قبلها بكتير يعني. اخته. دي اخته. دي اخته ولا مين؟ انتوا بتجيبوا الصور دي منين؟ مش عارفه. الصور دي ممسوحه من بدري، كانت عندي على التليفون فعلا وانا مساحها من بدري. دي يعني دي حاجات خصوصيات. ايوه، يعني دي مين؟ دي مين يا ايه؟ مش عارفه والله. مش عارفه. دي مودرز كانت معانا في برنامج مش عارف ولا في اعلان. يا جماعه دي لابسه حاجة زي بيجامه كده. او ده روب ده ولا ايه؟ وانت لابس وانت بيجامة انت بتمثل؟ جنجاه؟ لا انا بشتغل في الديكورات. طب ليه لابس بيجامه ليه؟ يعني لابس بيجامه في عندنا بيبقى اكسسوار. ايوه، انت بتشتغل، انت بتمثل. لا انا في الديكور. طب في الديكور لابس بيجامه في يعني الديكور بناخد ستان؟ صور كده يعني كده، يعني انا غاوي صور كده. بيجامة كده. ستان؟ ممكن يكون عمل دور معاهم ما ولا بيقولك في لا الديكور. ما بعملش يعني ديكور. ايه في الديكور؟ ماليش انت في بتهزر. ماليش في ممثل. الديكور. وبعدين ده اصلا ماليش يا في جماعه الأدوار. شكله بيت، ده مش ديكور على فكره. احنا بتوع ديكورات طب بقى يا جماعه بلاش وlocations، ده موبايل شكله خلاص بيت. رجعوا لهم بقى. طب هو التليفونات ما احنا قلنا ان البرنامج عادي. اساسا ما فيهوش تليفونات ولا في الكلام ده واضح كله. ان هي عارفاه هي هي كلها كمان يا مسابقات. جماعه عادي. طب شغل. طب يا جماعه خلاص الصوره، مش- هما بيقولوا لي في الكنترول روم ان الصوره دي جايه من مسجات، من محادثه على واتساب. فممكن نشوف لو في صور تاني او في مثلا فويسز او كده مبعوثه. الصورة دي قديمة أوي. اكيد هو حويط اكتر من كده، يقول لك دي ممسوحه، يعني هو ممكن يكون انا مسحها في وفضلت صور، في انا عندي لسان. التليفون لا، احنا في صور ما معنا. بيتحملش حاجات انتوا عاملين كتير. ستيشن في التصوير. هموت. يبقى هي صور يا جماعه ما يعني. ينفعش. ما بقولك حواجبك مش لا، لا، مطمناني. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. ايه التهريج ده؟ المفروض التليفونات مالهاش اكيد دعوه في حاجه غلط. افتحوا لي الرسائل لا هو الصوتيه. هو التليفون هو ليه دعوه بالبرنامج يا فندم بس. هو احنا انت كنا هو عارفين ان ملهاش ده دعوة. برنامج هي اسئله واجوبه اسئله بس. في واجابات. اقرار القصة هو دي- بيمضي عليه ان احنا ممكن نساله في حاجات عامه وحاجات شخصيه اسألني على بقى. اساس حاجات تخصكوا انتوا. انا طب خلاص أنا رجعوا لهم اتفاجئت بصراحة. الموبايل طالما هم مش تمام. المفروض افتحوا الشخص لي. ده يخصنا احنا، ايه يعني الشخص ده يخصنا احنا المفروض جايين برنامج بنسال الشخص أسئلة. ده؟ يعني دي اختك؟ لا، الحاجه هي مش الشخصيه أختي، عامه ده حاجات تخصنا شخصية، احنا ده مثلا. حاجات أيوة، انا ما هو- اشوف تليفونه ما اشوفوش. هما فاهمة ممكن قصدي؟ افتكروا ان ده انت مثلا من غير حجاب. احنا لما حضرتك طب قلتي يعني اكيد عشان قلتي مش عامل باسورد كده كويس ممكن طب نشوف احنا ما عندناش المسجات حد يا ولا انا جماعه. ولا هو ولا حد بيعمل باسورد. التليفونات افتحوا لي مفتوحه على طول. المحادثه. وتليفونه بيبقى جنبي اصلا، ده اللي بحط له على الشاحن بيبقى جنبي. انا بس مزنوق بس الايام اللي فاتت ديت مش عارف اكلمك خالص. هجيني بكلمك كده الايام اللي جايه ان شاء الله. ده فويس ما بينك وما بينه بس. طيب يا حبيبي متأخرش عليا عشان انت وحشتني اوي. انت بتقولي وحشتني كمان؟ يا ولد او انتوا شغالين على الواتس ليه طيب يا جدعان؟ بتخشوا على حاجات على الواتس مفتوحه. وانا ليا حق عليك زي ما هي ليها حق عليك. ماشي والله ولا بس انا مستني معاكي مناسب وما تبعتيش وشك فين دلوقتي خالص. طب يا جماعه يا جماعه انت على فكره ده مش هو ايه مش هو فير انت خالص. زوجه اولى؟ اه طبعا. يعني انت عارفه ان يعني هو متجوز تاني ولا انا افتكرتها هي أصلاً. متجوز تاني؟ انا سمعت غلط. انا افتكرت ان هي مراته اللي بيتكلموا دلوقتي، انتوا لخبطتوني. أنا لا مبقتش لا فاهمة لا حاجة لا خالص. هي لا لا، بس هو مش هيتجوز تاني. هو مش متجوز تاني، ولا هيتجوز قبليه ولا هيتجوز بعديه. هو التليفون ده يعني ممكن طب خلاص كده يا تمام. جماعه احنا كده خدنا اتجاه تاني خالص. بس في مداخله معايا تليفونيه. الو
الو صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل. انا شايف يعني الحلقه جميله الحقيقه، بس وحلقاتكم كلها حلقات من بعض، لكن انا شايف ان المدام رفض الواقع. يعني باين قوي ان هو متجوز واحده ثانيه وان هو يعني متخبى عليها. ليه مش عارف يعمل كده؟ وليه هو ما عندوش الشجاعه ان هو يقول لها ان هو متجوز عليها؟ عايز اعرف ليه الناس مش صريحه مع بعض؟ متجوز عليها ايه مشكله؟ هو من حقه يتجوز 2 و3 و4. الراجل هو مش حضرتك تمام يا اللي جماعه، مش كنت جوزتني وانا لو قاعد. سمحتي لو سمحتي. يعني الصور دي ايه والمسجات اللي موجوده هو ايه؟ ده احنا تليفون ده؟ تليفون. متشكره جدا يا فندم على مداخله حضرتك ورأي انتوا حضرتك جوزتوني على هوا. محترم. مش هي- احنا انت ما بتتكلم عندناش بس بتتكلم مشكله كده. في ناس بتتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه، بس اللي انا شخصيا شفتش عارفاه ومتربيين عليه ان المفروض لو الزوج هيتزوج على مراته على الاقل يكون قايل لها. ده غير بقى ان لازم يكون في مراعاه لعشره ولان هي مستحملاه وان في ولاد وحاجات كتير يعني. فانا اسفه، انا عارفه ان المفروض اكون محايده، بس انا شخصيا ضد تماما ان واحد يتجوز على مراته ويتجوز من وراها يعني. انا اتوترت. ممكن معانا مداخله تانية يا جماعه. مساء النور يا فندم، اتفضل. انا مبسوط قوي بالبرنامج بتاعكم على فكره، ويعني انا شايف في عندكم صوره في الشاشه اللي ورا الضيفه، واضح ان الكابل اللي في الصوره دول الاثنين دول بيحبوا بعض قوي. لا 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 لا، دي حاجه قله جميله ادب. قوي، دي حاجه جميله. انا كده نفسي قلة ان انا اكون أدب. انا طيب، احنا كده من هنا. الانسجام ده، وبقيه اللي موجودين في يعني في هي المسابقه بقى هتفضل على البيجامه لو سمحت، ولا ايه؟ لو ولا سمحت، على الصوره من ولا على فضلكم يا الموبايل؟ جماعة. متشكره يا أنا مش فندم يعني- على تليفون خلاص يا أستاذ حضرتك. اسكت. ماشي. ما احنا عايزين بس عايزين نشوف. انت كده عارضين الدنيا والناس اللي عماله تتصل وتتناقض وهي مش فاهمه حاجه مع احترامي فهمها. للناس. لا مش فاهمه، هي فاهمه كل حاجه وعارفه. فاهمه ايه يعني؟ هي عارفه ان انت متجوز عليها؟ لا انا مش متجوز. عارفه ان انت متحرش؟ لا انا مش متحرش. معانا مداخله. الو. انا عايزه امشي يا جماعه. انا عليكم السلام. اختي الكريمه. هلا بيكي. اهلا وسهلا. حضرتك بتكلمنا منين؟ الكويت. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل اهل الكويت. اهلا وسهلا بالحبايب في مصر. أهلا البيجامه هيتفرج على كان الكويت. لحد الكويت يعني انتوا بتعملوا ربنا فضايح. يخليك يا فندم. يعني انا اشوف هذا الرجل من حقها يتزوج 2 و3 و4. زوجته عصبيه من اول البرنامج. هي مش عصبيه. واضح العصبيه. لا هي طبيعتها توتر كده. بس. ما تبي تعترف ان زوجها متزوج. وش فيها؟ يعني انت عارفه؟ لا هو مش متجوز. متزوج، وهو نظرته هذا متزوج. لا طب يبقى ما خلاص. انا حتى لو شفته مش هصدق. انت ما تصدق. يعني هو مش متجوزها ماشي معاها بس؟ لا ولا ماشي، انا مش عارفه الصوره دي بس لا. مبروك يا اخ عمر. ايوه يا فندم. هذا زوجة انت ذوقك حلو. الله يخليك يا فندم، الله يخليك الله يخليك. متشكره يا فندم جدا على مداخله هي حضرتك. بصراحه البنت حلوه. على فكره اي راجل هيتحيز له وهيقول لك الجواز حلو واتجوز. لا وهي انت لقيتي واحده حلوة. اتكلمت في التليفون يعني كل اللي سيبك من اي هيكلم حاجه وان انا رجاله. كارهه حواجبك. بس هي هو كل اللي هيكلمك رجاله، يعني مفيش واحده هتتصل تقول لك اصلك اتجوز. تمام دي فكره الرجاله زي بعضها، تمام. لكن يعني لو لقيتي فكره الست هتلاقيها زي بعضها برضه. يعني ما ينفعش طب يتجوز. ما انا بصراحه في صف الرجاله لان ضحكتها حلوه دلوقتي يعني بالنسبه لي. ضحكتها حلوه بصراحه. البيجامه حلوه؟ البيجامه حلوه. لا البيجامه بتاعتك هي اللي حوار بصراحه. طب طيب ستان وقمر. طيب طب اتجوزي بقى عشان شوية تشوفي بقى. البيجامه. ماشي. طب بقول لك ايه، يعني انت شايفه فعلا ان الجواز حلو؟ اه طبعا. طب حلو المقلب اللي اتعمل فيكي دلوقتي ده؟ بس انا عارفه انه عمره ما يعملها. لا يعني مقلب، احنا في مقلب. اكيد انا حاسه برضه ان هو مقلب. ده مالك انه ممكن. عمره ما يعملها. بس انا ما استغربت من اكشنتكم، من الاكشن اللي انت بتعمليها والجنون اللي انت بتعمليه. لا بس عشان واللي انت هو ده هي بتقول يبقى لي غير عليه بس، لكن انا عارفه انه عمره ما يتجوز او يعمل الصوره دي. لا انت فاجئتيني بجد برد فعلي. انا قايلها هتضربك. ده انا قلت دي كده، ممثله. انا مستنيه تضربيني. دي ممثله. دي ولا فرصه حاجه. سعيده قوي بجد والله. فرصه سعيده. ربنا يخليكم لبعض ويخليكم الولاد، واحنا اسفين لو عصبناكي او لو انت لا والله عصبتي. انا قد توتر عشان اول مره اخش برنامج، بس ده اللي موترني. موافقه طبعا.